السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. تعالوا يا حلوين نعمل مع بعض الجمال والحلاوة والروائع والنقشات اللذيذة والحاجة الجميلة دي. يلا بينا نبتدي الفيديو ونصلي على الحبيب ونشوف الجمال ده طلع معانا بالجمال ده ازاي. لايك حلو كده وصلي على الحبيب ونبتدي. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. كل سنة وانتم طيبين. اتأخرنا عليكم شوية في شغل العيد. تعالوا بقى نبتدي مع بعض ونصلي على الحبيب ونتوكل على الله. بصي، ده 2 كيلو دقيق بالمج ده 8 كوبايات. لو الكيلو الواحد 8 كوبايات يبقى احنا معانا 16 كوباية. ماشي. تعالي هنا بقى، هنا 2 كيلو سمنة ليهم 2 كيلو دقيق ليهم كيلو سمنة. النص كيلو سمنة لكيلو الدقيق. نص كيلو السمنة بيعمل معاكي 2.5 كوباية سمنة من المج ده. ماشي. المج اللي انت معايره بيه الدقيق. الدقيق بتاعنا نوعه ايه؟ الدقيق بتاعنا نوعه الكوثر. شايفة؟ ويكون فاخر، يكون استخدام 72 يعني، لكل الاغراض. اي نوع دقيق يكون نوعه فاخر كده وحلو واستخدميه، مفيش مشكلة في الدقيق. خلاص كده. مكوناتنا ايه بقى؟ دول معلقتين سكر بودرة هحطهم مع السمنة هنا. بصي السمنة ديت احنا عايزين الكحك يبقى ريحته سمنة بلدي، ريحته حلوة. ماشي. ممكن تحطي هنا روح الكحك، انا مرياكي اهي معلقة عشان برضو الفكرة، وذرة ملح. دول معلقتين سكر بودرة. هنحط على الدقيق ده كيس بيكنج باودر. ماشي. هضرب دول في بعض لما يبقوا زي الكريمة كده بالمضرب وارجع لك يا قمر. بصي بقت عاملة كريمي ازاي، بقى لونها كريمي خالص ازاي، تحت خالص لما ضربناها بالمضرب بالسكر كده ما شاء الله. هنعمل ايه بقى؟ هنيجي على الدقيق. لل2 كيلو، للكيلو الدقيق هتحطي كوباية لبن. لو السمنة بلدي نص كيلو سمنة، كيلو دقيق، معلقة بيكنج باودر. لو السمنة مش بلدي وهتخلطي هتحطي واحدة روح الموز. ماشي. روح الموز عشان تديكي ريحة حلوة. هنحط السمنة كده. بص اللهم بارك عاملة ازاي، ريحتها ما شاء الله. هبسها بقى واوريلك بعد ما اخليها حبايه رمل. انا حطيت برضو نص معلقه المحلب اللي انا جايباها برضو علشان لو انت خلطت سمنتك يبقى برضو عارفه الوصفه كامله. انا هنا بوري البنات الحلوين اللي لسه داخلين المطبخ بيسموا الله، بيتوكلوا على الله، والله خير الواكلين ان شاء الله. انا بقى ايه، تفضلي تعملي كده. حطيت كيس البيكنج باودر، حطينا السمنة، حطينا ذرة الملح، معلقة روح الكحك او محلى. ماشي. بصي مش هتنفعني الحكاية دي، هي حلوة انك تشتغلي كده كده، تعملي كده بالسي كده، شايفة يرمل معاكي كده، يبقى عامل زي حبات الرمل كده. هرمل فيها وارجع اوريها لك في الاخر بعد الترميل. بصي يا حبيبتي بقت عامله ازاي. بصي شايفه ناعمه ازاي، من غير لبن ومن غير اي حاجه. شايفه الخطوه اللي بتعملي فيها انك بتضربي السكر بالمضرب حلوه جدا 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 جدا. للكيلو الدقيق كوبايه لبن، فاحنا معانا اللهم بارك 2 كيلو دقيق. هنحط 1.5 كوباية عشان حسب السوائل. انت هنا ما بتعجنيش، انت هنا هتشربي الدقيق اللبن فقط لا غير، علشان غلط تعجني العجينه هتشد منك وتنشف. ماشي.
لو انت عايزه تطولي في عمر الكحكه، يعني هتعملي 5-6 كيلو مثلا وهيقعدوا معاكي وقت طويل، اعجني بميه، لان اللبن بيأثر من عمر الكحكه شويه، خلاها تبوظ بسرعه يعني. ماشي. لو هتعملي بعد ال3 كيلو او ال4 كيلو والعدد عندك بسيط، يعني مش اكيل اوي في الفكره، ما حطي ميه، متحطيش لبن. بصي هشربها كده وارجع لك. ما تعجنيش عجين، اعملي زي انا ما بعمل كده، انا بس بوريك الفكره عشان ما اطولش عليكي الفيديو كده. ماشي. هشربها اللبن وارجع لك. بصي اهي العجينه ما بتشقاش خالص، تبقى العجينه ناجحه ما شاء الله. هتعملي كده اهو، اهي ما دام ما فلقتش معاكي من الجنب تبقى العجينه مظبوطه. العجينه لو ناشفه منك اديها ميه او لبن، ولو طريه منك اديها شويه دقيق. ماشي. عشان انا اديتها شويه لبن وشويه ميه. ماشي. على الكوبايتين حطيت لها شويه حسب نوع الدقيق وحسب السوائل اللي هتاخدها. هنسيبها ترتاح شويه على بال ما نعمل الحشو. بصي عامله ازاي، نسيبها ترتاح شويه. هنعمل الحشو ايه بقى؟ ده الملبن جاي زي كده من عند العلاف، لسه جاي. بصي لسه جايباه نص باكو العجوه. احنا عاملين العجوه مع بعض على القناه، وديت اللهم صل على كامل النور الحشوه اللي هنحطها جوه الملبن. هكسرهم شويه، ده عين جمل ولوز وبندق، كسرهم وارجع لك نعمل. بصي بقى كسرت كده اهو، نص تكسيره بس. بتحطي كده انتي ممكن من غير المكسرات دي، الملبن زي العسل. عندك معلقتين سمسم مش هيجرى اي حاجه. دي السمنه البلدي، بص ريحتها جباره، جبار جبار، حاجه ما شاء الله. تعمليهم كده، معلقه السمنه دي هتسهل عليكي قوي ايه عجن الملبن. بدل ما تعملي عجميه، لا نشفت لا طارت لا زالت لا مش عارفه ايه، اسهل من كده مفيش. هشربها كده. بصي معايا روح الموز اهي، دي حلوه جدا لو انت عايزه تحطيها، بس انا هستكفي بريحه السمنه الرائعه دي. وهنا هحط برضو معلقه سمنه واديها عجنه وارجع لك يا عسل. بصي هتقطعي حته صغيره كده وتكوري كده اهو زي ما احنا عاملين كده. والملبن برضو شرحه، شفتي بقى كده، شايفه عامله ازاي ما شاء الله اللهم بارك. تعملي ايه بقى؟ عجينتنا احنا مريحينها شويه، تلفيها كده كوره كده، اديها سخونيه ايديكي، لازم تاخد سخونيه ايدك كده. تقوم عامله كده نقطه في النص كده، وتحطي كده الملبنايه كده، تعمليها زي الكوبيبه كده، عارفه الكوبيبه؟ زي الكوبيبه كده كده اهي. برضو اديها سخونيه ايدك اهي، شايفه ما شاء الله اللهم بارك. اهي واحده تانية، خلي ايديكي بالنظر كده. ماشي. تحطي برضو العجوه شرحه اهي، تعملي كده علشان تبقى في النص. ماشي. واحدة تانية اهي، ما تكبريش القطع قوي عشان لما يريح منك يطلع معاكي مظبوط. ايوه انت شايفه اهي. بصي بقى يا حلوه، عملنا خط من النص كده، وبعدين تلف عليها داير 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 كده اهو، النقش كده. وهنجيب نجمه حلوه كده تلزقيها كده، ما تقلقيش كده. بصي الشكل كده اهو،
شكلها عامل ازاي. وبعدين احنا معانا هنا اشكال حلوه معانا، ممكن تعملي الشكل ده وده، وفيه المربع، وفيه البصامه دي ماشي، وفيه دي اللي هي التك عليها كده، دي بتاع المحلات، بتاع المحلات اوكي، اللي هي كحك المحلات، زي بتاعت كحك المحلات. هتعملي كده وتعملي كده زي ما وريتك. هتحط واحدة الملبن اهي كده، وهتيجي كده خط من النص كده، خط كده وخط كده ماشي. وبعدين تعملي عكس، تمشي عكس كده، تعملي لها كده نقطة في النص كده، تحطي قلب صغير كده كده. بصي بقى يا حبيبتي، بصي كميتنا ناقشناها، بصي كده بننقش فيها اهو. انا قلت اوريك الفكرة اهو. لازم تعملي سير كده، داير 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 كده، ايه يعمل لك شكل للكحكة كده. وديت اشكال احنا مقطعينها اهو. بصي تجيبي الهلال تعملي كده في الجنب هنا، وتقومي حاطه الهلال كده. شايفه الشكل؟ عسل. كل سنه وانتم طيبين وعملنا هلال جميل. ونعمل برضو شكل تاني، اديها طب تكيه صغيره كده، ونعمل خط كده وواحد كده، وهنا تنزلي كده، ودي تيجي عكس برضو كده اهي كده كده. وبعدين خديها كده. شايفه ما شاء الله العجينه حلوه خالص، ما بتنتش في المنقاش ولا اي حاجه. دي اشكال عشوائيه، تقدري تعملي شجره، تعملي قلب، تعملي كل حاجه. نجيب النجمه دي نحطها في النص، تك عليها كده. شفت الشكل؟ ايه رايك؟ ما تقلقيش خالص من الدقيق، ديت حبه دقيق بصي كده زي كده، نقطه دقيق بمعلقه ميه. ايه ده؟ هي العكس، معلقه دقيق ونقطه ميه ماشي كده. ده شكلنا اهو. الاشكال معانا اهي. بصي كملوا متنقش بقى ونكمل باقي الثواني. وانتي لو وصلتي معايا بالفيديو لحد هنا اعملي لي لايك، هيعجبك قوي الكحك ما شاء الله. اللهم بارك، ريحته جميله ان شاء الله باذن الله يطلع الطعم جميل والسوا حلو. تابع معايا طريقه السوا ان شاء الله، هقول لك عليها ازاي. انا كده هكملهم واسوي واوريك النتيجه باذن الله، واقول لك ان انا سويت ازاي واحده واحده. هنسيبه بعد ما تعملي الصاج، هتسيبيه يرتاح شويه. لو انت حاطه خميره، انا مش حاطه خميره، لو انت حاطه خميره تقدري تسيبيه ساعتين يخمر. لو انت مش حاطه خميره وعاملاه زي كده على البارد، عادي ريحيه ساعه بس، ريحيه نص ساعه، ريحيه على بال ما تخلصي نقش الكميه. هتبقى تسوي دي تكون دي ارتاحت ان شاء الله. لايك وشير وفعلي الجرس واشتركي في القناه. يلا يا حبيبتي رجعتلك بعد ان شاء الله ما خلصناهم وسويناهم. وزي ما قلتلك هقولك طريقه السوا. طريقه السوا تحطي على الرف اللي في النص درجه حراره عاليه، وايه وتتابعيها كده وما تولعيش الشوايه عليها. بصي قلوبنا ما راحتش، الميه اللي عملناها بالدقيق ما عملتش حاجه، اهي فيها ما شاء الله كل حاجه على حالها اهي تبارك الله. نقشتنا بصي اللهم بارك زي ما هي اهي، الصلاه على الحبيب. بصي صلاة النبي، هي تحمر من تحت كده تقومي طافية عليها، لونه بيبقى حلو جدا. بصي لونه جميل. بس انتي طبعا عارفة ومتابعة معايا على القناة وعارفة ان انا كاميرتي بتفتح الحاجة.
بص اللهم بارك، احنا معانا ده كمية كمية عجوة وكمية ملبن ما شاء الله. طلعنا كمية حلوة، ال2 كيلو رمولك كمية حلوة، كمية نظيفة، عاملة الحاجة في بيتك، عارفة طريقتها ايه، مش هتكلف معاكي قد ما هتشتريها من بره. اللهم بارك، حاجة جميلة جدا. هنا لو انت حابة تعينيه ويعيش فترة طويلة اكتر، هترش عليه سكر بودرة. اللي انت حابه تاكليه بتاع وقته، هتحطي برضو سكر وقته ماشي، تشيليه كده ماشي. ده اللي هو يدوب على العيد، وكل سنه وانت طيبه. اللهم بارك وصلي وسلم على الحبيب يا رب. اهم حاجه في الخطوه وتضمن لك نجاح الكحكه ونعوميتها وانها تبقى حلوه وناعمه، انك انت تعجنيها في الاول. بصي العجوه معانا عامله ازاي، بصي ما شاء الله اللهم بارك، والهلال زي ما هو. بصي حاجة ما شاء الله تبارك الله. وبصي معانا الملبن، ده ملبن بقى ولا عجوة اهي. العجوة بصي، الملبن قصدي، تبارك الله. بصي عامل ازاي، وبصي نعميتها اهي. شايفة الكحكة في ايدك دايبة ازاي اصلا. بصي ما شاء الله ما شاء الله، عاملة زي حبات الرملة اهي. ده سر نجاح انك تضربي السمنة مع السكر في الاول، تطلع لك ما شاء الله القوام ده. انتي ممكن ترش سكر بودرة من دلوقتي كده كده ويتعين على كده، انما انا مش هعينه على كده، لا، عشان انتي بس بقى ايه، حسب ما انتي عايزه تعيشاه وقت طويل. السكر ماده حافظه، زي ما بيقول ماده حافظه، هتحافظ لك على العجين لوقت ايه. اللهم بارك، يعني يعدي عليك العيد، يعدي عليك الخير باذن الله، ان شاء الله يجيلك الخير لحد باب بيتك باذن الله. استودعك في الله، ويا رب يا رب لو كنت استفدتي معايا بمعلومة حلوة زي كده، تعملي لي لايك ومتابعة حلوة على القناة، وكومنت لذيذ منك كده. واتركك في الله الذي لا تضيع ودائعه، واستودعك، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.